الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. منذ أيام قلائل نقول أهلا يا رمضان، واليوم نودع شهر رمضان. وداعا يا شهر القرآن، وداعا يا شهر التراويح، وداعا يا شهر الذكر، وداعا يا شهر الصيام. ها هو شهر رمضان يطوي صحيفته الأخيرة لكي نستقبل غدا إن شاء الله أول أيام عيد الفطر المبارك. اللهم اجعله عيدا سعيدا علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أيها الإخوة المؤمنون، ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم. تكريم الأسطورة والتاريخ على عموم آل جبر بخصوص قرية طوخ الحاج علي عطية جبر، فقد كان حريصا كل الحرص أن يذهب إلى الصغير قبل الكبير ليؤدي الواجب، فقد كان جابرا لخاطر الصغير والكبير، وأراد الله عز وجل أن يكتب له حسن الخاتمة أنه رحل في ليلة عيد الفطر المبارك، بل وفي آخر يوم من شهر رمضان. فهذا إن دل فإنما يدل على صداقته ونقاء قلبه. رحم الله الوالد الحبيب الحاج علي عطية جبر وأسكنه فسيح جناته. أتقدم باسم أسرته وأنسابه وأزهاره آل جبر وآل ربيع وآل الخولي، عائلات البلبيسي بمركز أبو كبير، عائلات نصار. أتقدم باسمهم جميعا الأستاذ السيد علي جبر بالأزهر الشريف، والأستاذ إبراهيم علي جبر بشركة مياه الشرب بأبو كبير، الحاج عبد العزيز علي جبر عمدة الواجب، الأستاذ الشحات أبو هاشم مدير عام بالأزهر الشريف وولده الأستاذ السيد الشحات أبو هاشم، سيادة المهندس السيد الدسوقي المدير العام بشركة مياه الشرب بأبو كبير. أتقدم باسمهم جميعا لحضراتكم نيابة عن الوزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الشرطة والتربية والتعليم والأزهر الشريف، نيابة عن السادة عمد ومشايخ قرى مركز ومدينة أبو كبير. الجميع تقبل الله عزاءكم جميعا.
أيها الإخوة المؤمنون، هذا اللقاء يسمى بالمنورية الكبرى لآل جبر، تكريما للراحل الكريم ومعلم الأجيال، فقد ترك لنا بصمة في الأدب والخلق. أسأل ربي أن تكون هذه الليلة من أسعد لياليه. أما الآن فيطيب لنا اللقاء ويسعد المساء وننشق جميعا بريح عطرة الوجود، حتى يتعانق ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله. حري بنا أن نعطر الأجواء والأصداء مع علم من أعلام التلاوة بمصر والوطن العربي، وهباه الله صوتا لا يمن الإنسان من سماعه. تربى في بيت عشعش فيه القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد البسيوني، نجم مركز ومدينة يحيى، يتفضل فضيلته مشكورا.